فيها لله عز وجل، نهب ثوابها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الكرام، ثم إلى روح أمنا الراحلة وسائر موتانا أجمعين، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المصاب جلل والفقد أعظم، ولكن هذه هي طبيعة الدنيا. لا بد لمن ولد أن يرحم، لأن الله عز وجل كتب على نفسه البقاء وكتب على جميع مخلوقاته الفناء. وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أربع لأربع: الجلد للدود، العظم للبلاء، المال للورثة، الروح إلى باريها. وخاطبه ربه في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الإخوة المؤمنون، اجتمعنا إلى هنا إلا لسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سنة العزاء. فقال صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المسلم في مصاب لديه طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. مقام التكريم والتأبين للأم الراحلة عرم الوالد الكريم والجد العزيز الحاج إبراهيم إسماعيل شطى رحمة الله عليها، مشاركة لأبنائها الكرام الأستاذ حسام والأستاذ إسماعيل، كذلك الأستاذ علي إبراهيم إسماعيل شطى، مشاركة لأشقائها الكرام الأستاذ أحمد عبد سماحة، مشاركة لسفير الواجب والعملة النادرة في عالم الواجب سيادة المستشار الحسيني كمال البسري، مشاركة للعائلة الكريمة وأبناء العمومة وعموم آل سماحة وشطى الكرام، شاكرا باسمي لكل رجل كريم وفد لهذا المقام الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تطيب ليلتنا هذه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ومن داخل القلعة العملاقة لأعمال الفراشة والإنارة الكبرى مؤسسة الحاج إسلام أبو النور وفريق عمل أشكر إليه هذا الاستعداد الراقي. بلوغ الضيافة مؤسسة العميد للمتر محمد المعداوي عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم أولاد فطير إدارة المهندس محمد فطير. صانع رداء الريادة في عالم التصوير المهندس عبيدة زيادة. دع الدنيا إذا القرآن نادى قارئنا الآن له الأسماع تتهادى. دع الدنيا إذا القرآن نادى لقارئ زاده الرحمن بصوته الجميل زادا. وريث الأكابر قارئ الملوك والرؤساء والزعماء علي الأداء صغير السن فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله. أدعوه الآن إلى منصة التلاوة فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان شهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب
الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكلوا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وليس البر أبوابها
آمين يا رب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله الكريم الأمين المختار وجعلنا جميعا من المستمعين الأبرار. صدقت ربنا وصدقت آياتك في القرآن وبلغ نبي الهدى سيد ولد عدنان روائع سورة البقرة. سعدنا وإياكم بهذه التلاوة الطيبة القرآنية المباركة العطرة لعالي الأداء كبير المقام قارئ الملوك والرؤساء والزعماء
قارئ ديوان المملكة العربية المغربية فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله ببلدة العلم والعلماء كفر طناح مركز المنصورة داخل المؤسسة التي يتعلم منها المتعلمون بمخازن الفراسة والإنارة الكبرى للإمبراطور الحاج إسلام أبو النور أشكر إليه هذا الاستعداد الراقي عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم لرائدة من رواد عالم الصوتيات مؤسسة أبو النضر لمنت كارلو إذاعات العرب مؤسسة أولاد فطير لمنت كارلو إذاعات العرب المهندس محمد فطير واجب الخدمات الفندقية الممتازة مؤسسة العميد للمتر محمد المعداوي صانع رداء الريادة في عالم التصوير المهندس عبيدة زيادة مقام قرآني تحفه ملائكة الحق جل وعلا عد تكريما وتأمينا للأم الراحلة الصوامة القوامة العابدة الزاهدة لله رب العالمين حرم الوالد الكريم والجد العزيز من حاج إبراهيم إسماعيل شطى رحمة الله عليها مشاركة لأبنائها الكرام الأستاذ حسام والأستاذ إسماعيل كذلك الأستاذ علي إبراهيم شطى مشاركة لأشقائها الكرام الأستاذ أحمد عبد سماحة مشاركة لعمومتها وأبناء عمومتها مشاركة لسيادة المستشار الحسيني كمال البسري مشاركة للعائلة الكريمة وأبناء العمومة وعموم آل شطى وسماح الكرام شاكرا باسمي لكل شخصية وفدت لهذا المقام الكريم الإخوة المعزون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله حتى ذلك الحين سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.